سلام سلام، كيراكم خياتي خواتاتي بناتي امهاتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. ما تنساونيش البنات بداك الجيم والاشتراك للقناة لتعم الفائدة، ومرحبا بكم في قناتي المرأة الطموح. شوفوا البنات، اليوم جيتكم بخبز الدار ما شاء الله، غيديري بيه حالة في هذا رمضان. لمحبي المشاريع ولا حابة دير الخبز المشاريع، نصحك بهاد الوصفة نتاع الخبز البنات، يجي خفيف ريشة مهاوي مهاوي من الداخل كما راكم تشوفوا. تبعي الوصفة من الاول حتى الاخير باش ينجح معك هاد المطلوع الخفيف خفيف فقط. نبداو الوصفة على بركة الله. انا جبت انها هكا شويه واسع، ولا جيبي بسينه الحاجه اللي تساعدك جيبيها. درت البنات قيس كيلو نتاع الفارينة، درت 2 مغرفات كبار نتاع خمارة الخبز، درت مغرفة كبيرة نتاع السكر حبيبات، ومغرفة صغيرة معمرة نتاع الملح. وهنايا كيفاش تنسمي الخبز نتاعك كيما بغيتي نسميه. انا درت كمين تاع الجلجلان، تقدري دير حبة حلاوة، تقدري ديري جلجلان، تقدري ما ديريش كاع اذا كنتي ديرتها كمشروع، تقدري ما ديريش الجلجلان، تقدري ديريها غير هكا حبيتي في دارك نكهيها كيما بغيتي. هنا رحت نخلط النواشف كامل، وهنا راه عندي على جهه الماء دافي، ما دافي ما يكونش بارد وما يكونش سخون، ما يكونش بارد خاطر المطلوع تاعي ما يساعدنيش في الخمور. واذا كان حامل وطابخ غادو تطبخوا هذيك الخماره نتاع الخبز وما غاديش يطلع معكم الخبز. نبقى نضيف بالتدريج، انا ما عطيتكمش العبر نتاع الماء، انا بقيت نضيف بالتدريج، وراني هاكا نصير في العجين نتاعي ونلم فيه هكا، ونصير بصباعتي عادي حتى تحصلوا على العجينه اللي تكون طريه. داك نوريكم القوام اللي نحبسوا عنده كيما البنات، كيما العجين نتاع الاسفنج. هذا الخبز غادي يجي خفيف ومهاوي بما انه العجينه جايه هكا مطلوقه ولا جايه هكا طالقه روحها، وغادي ندكوها غير بالتخباط. اذا حبيتي ديرها كمشروع نقول لك ديريها في هذا سيدنا رمضان ان شاء الله يا ربي يدخل لنا بالصحه والستر واعتمدي عليها. انا هاد الكميه درت 4 خبيزات بصح جايين كبارين ما شاء الله. شوفوا البنات، نحي داك العجين الزائد من يدي، ودائما تستعيني بالماء. شوفوا البنات، مسحت على وجهها هكا خبزتها ونغطي عليها ونعاود غير 5 دقائق ونعاود نولي لها. صاي البنات غير 5 دقائق ونعاود نولي لها باش نعاود نخبطها في بلاصه هذيك، نخليها هكا باش قد ما هكا العجين شويه يطلق روحه، ونعاود نولي نخبط فيه. كل ما خبطتي العجين نتاعك كل ما جاك الخبز نتاعك مفشفش مفشفش مفشفش. نغطي عليه ونعاود نرجع معكم بعد 5 دقائق. هاي البنات بعد 5 دقائق عاودت دخل يدي في الماء، غير دخلت يدي في الماء شتو البنات، ونبدا نخبط في العجين نتاعي. هاي الطريقه نتاع التخباط نتاع العجين نتاعي، ان شاء الله تكون الطريقه موضحه ومفصله باش اي وحده دير هذاك الخبز الخاوي من الداخل ما شاء الله، وديره كمشروع ان شاء الله يا ربي، ولا في ايامك العادية ولا سيدنا رمضان. شتو البنات الطريقه تاع التخباط لازم تقعدي تدخلي في العجين بهذه الطريقه هكا هكا وتدوري في داك الاناء نتاعك. انا نعاود نمسح على وجهها، نغطي عليها ونعاود نولي لها 10 دقائق، نعاود نولي لها، نصيبها كذلك تاني طلقت روحها، ونصيبها زادها الخمور. بهذه الطريقه كل ما تخلوها تخمر كل ما تصيبوا ولا تعطيكم نتيجه روعه. هيا عاودت وليت لها للمره الثانيه وراني نخبط فيها. ما غاديش تشد لكم اليد البنات، ما تقولوليش غادي تعيينا، وما غاديش تقولوليش غادي تشد لكم اليد. ديري شويه مطلوع هكا لوليداتك، ديري شويه مطلوع للوالده لهذيك العزوج، دير لهم شويه مطلوع هكا من داك لداك، فرحوهم ودير لهم شويه مطلوع. كل حاجه نديروها في دارنا، كل ما نديروا حاجه في دارنا ولا نديروها لوليداتنا تعرفي روحك شاكي تقضي في دارك. اللي كان قادو اللي كان منجم الا كان مريض الله المستعان، بصح اللي كان قادو كان منجم ديري حاجه في دارك هكا. هنعاود نمسح الوجه ونعاود نخليها
تخمر كذلك، كل ما تخمر كل ما كسر لها الخمور. بعد 10 دقائق تاني نعاود نولي لها، ها هي بدات العجينه بدات تطلق في روحها بهذاك التخباط بدات العجينه تطلق في روحها. في هذا المرحله البنات شوفوا عندي قيس درت زوج مغرفات هنا نتاع الزيت، زوج مغرفات كبار تاع الزيت. شوفوا هذاك هذوك الفقاعات البنات اللي داروا هذوك منابل، هذاك هذاك تعرفي بلي الخبز نتاعك راه ناجح ولا الخبز تاعك غادي ينجح معك. نروح ندخل هذيك الكميه نتاع الزيت كذلك بالتخباط، هكا بالتخباط. شتو العجينه راهي تطلق في روحها، ما تخافوش منها وما تزيدولهاش الماء الا كانت جايه قاصحه، ما تزيدولهاش الماء، غير مسحوا يديكم بدو تخبطوا. هنا من درت الزيت ما زدتش كاع ما دخلتش كاع يدي في الماء، غير بهذيك الكميه تاع الدهون وراني ندخل في هذاك الزيت. هذه المرحله الاخيره نتاع الخمور. صاي المره الجايه غادي نقرص الخبز نتاعي، نغطي عليها ونخليها تانيك تخمر. صاي اي شويه هكا نتاع الزيت على وجه العجين نتاعي ونغطي عليه حتى العجينه خفيفه 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 ما شاء الله. نغطي عليها كما فهمتكم ونعاود نرجع لها. كل ما تخبطوها كل ما تعطيكم نتيجه روعه. ما تعييك ولا حتى شي، تروحي تقضي صوالحك وتعاود تولي تخبطي العجين تاعك، هذا ما كان. هيا هنايا جينا للمرحله الاخيره. صاي هنا البنات ما تخرجوش. شوفوا نوريكم غير القاو نتاعها والراس. شوفوا دوك المنابل هنايا. صاي ما تروحوش تهودوا كاع هذاك الخمور، لا هنايا غير شفتوا كيفاش درت لها في الاول هكا، دخلت في الوسط خرجت لي هذاك الهواء وقسمتها على 4. درت هنايا درت 4 جايين كبارين ما شاء الله. دهنت السنيوات نتاوعي بالكميه تاع الزيت وهي الكميه نتاع السميد. درت السميد البنات المتوسط هكا. روحت رمت الخبز نتاعي ونحط الخبز نتاعي في السنيوه. في هذه المرحله البنات درت الفرن نتاعي نخليه يحمى ونروح نطفي عليه. حبيته الفرن تاعي يكون دافي بما اننا في وقت الشتاء، حبيت هذاك الخبز نتاعي باش يطلع لي بالخف. ما ديرش السنيوات نتاوعك في الكوشه حاميه بزاف، غادي ما تطلع لا معاك لا حتى شي، لازم تكون دافيه. وفي وقت الصيف عادي ما نحموش الكوشه، بصح وقت البرد ان نحموه. هاي البنات نروح نرمد ان شاء الله يكون الشرح مفصل. هو جي سيدنا رمضان وروحوا ديري هذا الخبز، نقول لك اعتمدي هذا المعتمد عندي البنات. وعندي وصفات بزاف نتاع الخبز اللي دائما نديرهم من في داري. نحاول هكا نبغي نوح في العجين، نحب هادو العجائن، نبغي نوح في الخبز نتاعي بما اني ندير الخبز بزاف بزاف في داري لوليداتي. نخبز البنات هذاك السنيوات، عفوا نخبز هذاك الخبز نتاعي. انا فاتني الفيديو، خبزت الاولى وهي للزوجه. وخبزوا الخبز نتاعكم، هذا حبيتو ديروهم صغارين لكن الاختيار. انا درت زوج كبار ما شاء الله. هنا خبزوهم ما تنزلوهمش كامل، خلوهم شويه هكا باش يجيكم هكا طالعين. والله الله شوفوا المنابل اللي فيهم، ما ترقوهم بزاف ما تخشنوهم، شوي شوي. هنا كي ديروهم خلوهم يريحوا ولا يطيعوا 5 دقائق ودخلوهم. شوفوا دخلوهم للفرن اللي راه دافي ونطفي عليه طبعا، دافي ونطفي عليه. بالكم ديروه في الكوشه ولا في الفرن يكون حامي بزاف، يخسر لكم الخبز تاعكم. هيا ندخلهم نخليهم يطلعوا ونعاود نرجع معاكم. شتو البنات الوصفه كيفاش دايره، سهله ماهله. هيا بعد ما طلعوا معايا انا درت هذا كيما هكا تسقبه ولا هنا ولا الفتحه. كان يديرها كلي ما يديرش تقدري ما ديريهاش، انا بغي نديرها. كيما بغيتي ما ديريهاش ما ديريهاش. ورشيت كيما هكا غير رشه خفيف نتاع الماء باش يعطيني هذاك اللون المحمر بزاف. ونروح البنات نشعل ولا تكون الكوشه تاعي حاميه بزاف بزاف، نقص لها ونطيب الخبز نتاعي نطيبه. نتبع على اذا الكوشه تاعك كوشه عاديه، قلبي الخبز نتاعك واعطيه تحميره وطيبيه وجا ما شاء الله.
شوف الخبز نتاعي كيفاش جا مفشفش رائع، خاوي من الداخل كامل، مع انه هنا البنات الخبز راه حامي معايا، الخبز راه حامي هنايا وراني نوريكم فيه. شوفوا البنات، ان شاء الله تعجبكم الوصفة نتاع اليوم. شفتوا البنات درت كمية معتبرة، كمية معتبرة نتاع الخبز. اذا حبيت ديرهم غير صغارين ديريهم صغارين، لكن الاختيار. مع السلامة، شكرا للدعم نتاعكم.